رسالة إلى الحكومة العراقية. أحبتي، أبناء جلدتي من جميع الطوائف والمذاهب، لأننا كلنا على دين واحد، أين أنتم من الاعتداءات الصهيو أمريكية التي تنال في كل يوم أبنائنا بالحشد الشعبي؟ أنتم وين؟ أنتم شنو موقعكم من الإعراب؟ أنتم قلونا ويانا علينا، إذا ويانا وين أفعالكم؟ وإذا علينا حتى احنا هم نشوف دربنا بعد، لأن حقيقة وصلت القضية إلى العظم. يوميا أبنائنا من القوات الأمنية والحشد الشعبي يوميا شهداء، يوميا قصف علينا. أنت وينكم يا حكومة؟ وينكم؟ وين استنكاركم؟ هسه أنتم ما وقفتوا مع اليد التي امتدت لكم بالعون أيام داعش، ونكرتوا كل الجميل على مرأى ومسمع كل العالم. هسه ما وقفتوا كموقف حكومي. اكفوا لأبنائكم الذين في كل يوم تسقط هذه الدماء دفاعا عنكم، ولولاهم لما بقي أحد منكم إلى يومنا هذا. هاي بركة دماء الشهداء، أنت غير تدافع عنها يا برلمان يا حكومة يا مسؤولين، غير تدافعون عن أبنائكم. هذا من جهة. من جهة ثانية، أنت إذا لم تقف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فلا تقف مع الجانب الآخر. مو أنت تندد منايا وأجواءك البشوات أجواءكم مفتوحة وصايرة رايحة رادة الوادم. أجواءك مفتوحة، حافظ. ما تريد تقف مع الطرف الآخر، لا تقف مع أعداء الله بدواعي ساذجة. والله ما عندنا إصلاح، ما عندنا منظومات. أنت وين كنت ما عندك منظومات وما عندك إصلاح وما عندك غضب الله على رؤوسكم؟ صار لكم 20 سنة وين كنتوا؟ وين كنتوا صار لكم 20 سنة؟ لذلك عليكم تحمل المسؤولية، وعليكم حماية أبنائكم من القوات الأمنية والحشد الشعبي والتنديد، وعدم فسح المجال لأجوائنا لضرب إخواننا في الجمهورية الإسلامية.